بتاع السيارة والشعار بتاع العميل بتاعنا. مثلا فين شعار العميل؟ ادي شعار العميل، وادي شعار السيارة بتاعتنا. طبعا زي ما قلنا دي الخلفية كلها بيضة، هنعمل بالماجيك تول. طبعا نفتح هنا الاول، نعمل ديليت، يطلع معانا الشعار كده، ديليت هنا وديليت هنا، كنترول دي عشان بس ماخدش الكلام اللي تحت ده في الاخر خالص. وهاخد الشعار معايا احطه هنا. خلاص انا مش عايزك دلوقتي، اخد ده كده. وطبعا في ورا خلفية، فانا ممكن اشيل الخلفية، هنشوف الوقت مع بعض واحنا شغالين. طبعا انا خدتها كده ان انا عملت التحديد، وبعدين اديت اداة الموف تول، اداني علامة المقص زي ما احنا شوفنا كده اهي تحت السهم، فسحبت على طول، سحب لي بس الجزء اللي انا حددت عليه اللي هو كلمة الطارق. نعمل مثلا اف، نروح للسكرين مود بتاعنا عشان نبقى على طول بس شغالين عليه. كنترول تي، اصغره شوية عشان احطه فوق هنا كده، اقول له اوكي. عندي طريقتين. اول طريقة ان انا ممكن بأداة الماجيك تول وبعمل كده، وبعمل ديليت، واعمل كنترول دي سيلكت كده، يكون معانا الشعار بس من غير الخلفية اللي وراه. طيب ارجع كنترول زد، اسف كنترول الت زد، كنترول دي الغي اللي انا عملته ده. ممكن اروح على المود هنا واختار مثلا الهارد لايت، برضو يديني من غير الخلفية اللي ورا، بس هتحس ان الكلمة بهتت منك شوية. فنخليها على النورمال، ونروح ناخد الماجيك تول وديليت، كنترول دي، ونحط هنا كده الماجيك تول وديليت برضو، كنترول دي، وهنا كنترول دي. بكده يكون معانا ايه الشعار بقى تمام. كنترول تي، واصغر شوية، اسف، شيفت والت واصغر شوية عشان يصغر من الناحيتين عندي، وحافظ لي على الشعار. ادي هنا كده الشعار بتاع شركة الطارق للمهندس طارق اسماعيل. كنترول تي هنا، ونبدأ نصغر الشعار علشان هناخده فوق هنا. نصغر الشعار بالشكل ده. طيب انا ممكن دلوقتي مثلا خلاص، يعني انا تقريبا الى حد ما خلصت ممكن ناخد دول كده كوبي، كلمتين مثلا هو قال لي عليهم ان انا احطهم، واعمل هنا كده واعمل كنترول في. بس قبل ما اعمل كنترول في هعمل اسكيب، وهعمل هنا كده مربع كده عشان الكلام ينزل عندي. نروح مثلا هنا على الكاركتر ده، نخلي الكلام تحت بعضه كده.
بالشكل ده. طبعا الاول هصغر الخط علشان الكلام بتاعي يظهر، يكون مثلا كده. ونختار اللون، نخليه ياخد لون مثلا السيارة. وهندي كلمة طارق دي لون مختلف شوية، او هنخليها كلها باللون الاسود. وندي الطارق اللون مثلا الاحمر او النبيتي، ممكن نعليها شوية. طبعا خلي بالكوا في حاجة، ان انا دلوقتي وقفت على اللون ده، اللون ده ظهر لي هنا كده مثلث وهنا مربع. المثلث ده اللي عليه علامة تحذير، ده اللي مش هيظهر في الطباعة. فبضغط على المثلث كده عشان يظهر لي اللون اللي هيطلع في الطباعة. يعني ده حاجة انا اعرفها فحبيت اقولها لكم يعني. واقول مثلا اوكي. ممكن اظبط مثلا الخط، عايز اغير الخط، عاجبني كده مثلا عايز اسيبه. آه ممكن نديله مثلا تأثيرات، دبل كليك هنا، نديله مثلا دروب الشادو، ولكن مثلا الحجم نخلي 2. ممكن نغير اللون نشوف هيطلع عامل ازاي. خلينا في الاسود. بيفل اند امبوس، ممكن نخلي السايز 3. ستروك، طبعا الستروك السايز هنقول 2. والاوباسيتي هنخففه شوية. كده ممكن نديله ستروك بالابيض، نزود الاوباسيتي شوية. ممكن ندي برضو انتر شادو او اداء انر. عايزين نشوف الاوتر جلو مثلا، خلي ده اسود. سايز الشكل ده مثلا. عايزين نديله باترن، هنديله باترن بس يعني ما عنديش انا باترنات كويسة دلوقتي. عايزين تدرج، نديله تدرج، يطلع كده او كده او كده، اي شكل او اي تدرج. خلاص على كده مثلا في تو سكرين. ويبقى بكده مثلا الشكل النهائي بتاع الاعلان اللي مطلوب مننا، او الحاجة اللي مطلوبة مننا. طيب انا كده عملت له طلبه مثلا اللي هو عايزه بالظبط، ان فوق الشعار بتاعه وشعار السيارة منظر الطبيعي، والسيارة طالعة في المنظر الطبيعي اللي هو عشان النظافة بتاعة البيئة مثلا. كتبت له الكلمتين اللي هو قالهم: استلم سيارتك، احجز سيارتك، بدل سيارتك، احدث موديلات ميتسوبيشي لانسر 2013 الان لدى الطارق بكل الفروع. وعملت له الطارق بتاعه بلون تاني بحيث انها تظهر حتى في الاعلان. طيب انا جت في دماغي مثلا فكرة تانية، ما حبيتش مثلا ده اللي تحت، خلاص هعمله ده وهديهوله. بس انا في دماغي حاجة تانية، ان انا مثلا ممكن اعمله الصور دي، اعمله الكلام ده صور كده. هنقول مثلا قصة سيارة جديدة، نسحبها هنا. وقصة سيارة مستعملة، أمن على سيارتك.
وناخدهم مثلا نقف على دي نظبطها كده ونصغرها شوية بالشكل ده. كنترول وانا واقف على الموف تول وبضغط هنا بيجيلي على طول على اللاير بتاعه. اسحبها كده عشان اصغرها، اصغرها هنا كده مثلا كده. كنترول واقف على دي واصغرها برضو نفس الكلام، واحطها مثلا هنا. وتبقى مثلا بشكل مختلف شوية مثلا، واقول الآن لدى الطارق مثلا، اكتب هنا الآن واختار لون او اكبرها شوية يبقى اسود. قصة سيارة جديدة الآن، او سيارة مستعملة لدى. ماشي، وحط هنا كده الطارق واديله مثلا لون احمر كده. اقول له اوكي، واجي مثلا عند الطارق دبل كليك واعمل له ستروك كده. نقلل السايز نخليه مثلا 2. ممكن نخليها مثلا انسايد هتاخد اللون كله. سنتر لا، خليها لي اوتسايد كده. ممكن نعمل دروب شادو، السايز نخليه 2 او 3، نخلي دي 2 ونقول اوكي مثلا. بقى عندنا شكل تاني مختلف بالشكل ده كده. كده يكون درسنا انتهى. اتمنى يا رب ان يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.